اتوقع الانجاز هذا مستحيل انه يتكرر مرة ثانية. بيصل رسول الله، اهلا بكم اصدقائي المشاهدين في فيديو جديد. اليوم راح نتذكر تاريخ المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 اللي يعتبر افضل او اعظم انجاز في تاريخ العرب انهم وصلوا لنصف نهائي كأس العالم وخرجوا مرفوعين الراس. اليوم راح نشوف المسيره، ولكن قبل بدايه الفيديو شباب اكتبوا لي في التعليقات لاعبين او مباريات او جمهور او اي شيء يتعلق بكره القدم تحبون ندير عليه رده فعل، اكتبوا لي في التعليقات ولا ارسلوا لي في الانستغرام موجود في الوصف. بلا ما نطول في المقدمه، شير لايك سبسكرايب ويلا نبدا. اوكي ليتس جو. بدايه مع لقطات من الجمهور واللاعبين. اوكي المغرب ضد كرواتيا، هذه البدايه ما كانش فيها اهداف. طبعا الكل كان متوقع خروج المنتخب المغربي وتأهل منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا، ولكن المنتخب المغربي قال لا 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 لا, لا, لا. أسود الأطلس قالوا لا. والله يا أخي سايس وناحي مرابط حكيمي زياش بوفال، انا نشوف انه هذو افضل لاعبين للمنتخب المغربي في كأس العالم. اتوقع الفيديو فيه الملخصات الكل، ملخص المباريات كو. املاح ايضا وناحي، والله الكل كانوا وحوش الكل يا اخي، ما تلقاش وش تشكر، هذا والله هذا والله هذا، ولكن انا نشوف انه مرابط هو اللي كان الافضل صراحه. كان مقاتل، هو وناحي كانوا مقاتلين في وسط الميدان، مقاتلين يلعبوا في الكره، مش لاعبين كره. شوف نقول لك مقاتلين صح. والله يعني افتخرنا بالمنتخب هذا وبالقتالية اللي شفنا اللي عند اللاعبين. الفيديو فيه الملخصات اتوقع المباريات الكل، حتى بداية بالمباراة الاولى ضد المنتخب الكرواتي. يا طبعا انا تقريبا فرجت كل المباريات مباشر. شوف هذه والله الحارس ما لقاش راسه، بوم جات بعيدة هكذا. والله المغرب ضد بلجيكا، شكون اللي كان يتوقع ان المنتخب المغربي يفوز ضد المنتخب البلجيكي اللي كان في التصنيف اتوقع الثاني او الثالث. دي بروين، هازارد، لوكاكو، لا نجوم في اوروبا. اوكي خلينا نشوف ماذا تفعل يا حكيم. ولا اتوقع المنتخب المغربي اتوقع 3 اهداف فقط اذا ما خابش ظني. هدف اللي سجلناه ضد مرمانا وهدفين من المنتخب الفرنسي، غير ذلك المنتخب المغربي ما تلقى ولا هدف. يا حكيمي، يا حكيمي، والله ظلموا بونو في افضل حارس صراحه، عطاوه نتاع الارجنتين هذاك مارتينيز ولا شو اسمه. والله المفروض انا قلت 100% البونو، ولكن هذه هي كرة القدم. بوفال فنان، بوفال الفنان اخي، والله فنان بوفال. بوفال عندهم 2 هازارد مش واحد. هذا الحارس الثاني وقتها بونو
شوف الهدف، شوف الهدف هذا، شوف الكورة بالحراسة. الحارس المنتخب المغربي الثاني دخل في اخر لحظات، بونو مش عارف داخ ولا مرض ولا حاجه، قال لنا ما نقدرش نلعب، ودخل الحارس الثاني وما تلقاش الهدف. يا الله يا الله يا الله. والله شرفونا شرفونا شرفونا. نعم الله أكبر الله أكبر. الكل كان يتوقع أن المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي اللي راح يتأهلوا، يعني ولا واحد يتوقع المنتخب المغربي يتأهل. المغرب ضد كندا، يعني تعادلنا ضد الكروات، فوزنا على بلجيكا، هذا هدف زياج، وفوزنا على كندا. يا سلام يا سلام. الله يقدمه. واللي يعجبني في زياش انه يعني قبل لما كان يلعب مع المنتخب المغربي تشوف زياش ما يدافعش كثير، عكس الكأس العالم هذا. زياش يطالع هابط طالع هابط طالع هابط، يقاتل على كل كرة سواء في الدفاع ولا في الهجوم. شكل ثنائية ولا أروع مع حكيمي. والهدف اللي سجلته كان سجلناه على مرمانا، يعني مش حتى هم اللي سجلوه. هذا هدف النصيري. يا الله يا الله. نعم جول مغربي. ينصر دينك يا نصيري، ينصر دينك. هذا الهدف اللي سجلناه على مرمانا. نعم هذا الهدف الوحيد اللي تلقيناه لحد اللحظة بعد 3 مباريات في كأس العالم ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا. نعم الرقراقي. اوه يو 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 يو. ما دخلتش ما دخلتش. يقول لك القلم خرج من مكانه. نعم نعم في هذه اللحظات يعلن الحكم تأهل المنتخب المغربي، مش تأهل عادي، تأهل في الصدارة، متصدر المجموعة اللي المغرب ضد إسبانيا. احنا قال لك خلاص المنتخب المغربي دار اللي عليه، تأهل خلاص انتهى الموضوع. ولكن كان هذا طبعا المباراة ردة فعلي على المباراة كانت مباشر، الفيديو موجود في القناة. يا سلام عليك يا سلام عليك. كورتك يا ياسين، ان شاء الله كورتك يا ياسين. ضيعوا 3 اذا ما خابش ظني. نعم ضاعت الاولى للمنتخب الاسباني، ضاعت الاولى للمنتخب سميمة. زياش يسجل، زياش يتقدم، زياش اوف صاروخ صاروخ، بوم بوم بوم. 2-0 الان للمنتخب. يا كبير يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو. شوف بونو شوف بونو. يا سلام يا سلام. بدر بنون ريح. غير معقول يا بنون، في كرة كان ممكن تجي هدف. بوسكاتس ضيع.
نعم. تخيل ان ما سجلوش ولا ضربة جزاء، ولا ضربة جزاء ما سجلوهاش. حكيمي شوف يا اخي، الثقة اللي عندك، الثقة اللي عندك، الثقة اللي عندك والأعصاب اللي عندك. نعم، هنا كتب التاريخ، في اللحظة هذه كتب التاريخ. أول منتخب عربي يوصل للربع النهائي، المغرب ضد البرتغال. نعم، هذا مصير تاريخي. من عشاق رونالدو احنا، ولكن لما تلعب ضد العرب فلا يوجد رونالدو ولا بولاندو ولا برتغال، ولا هم يحزنون. المنتخب المغربي هو اللي يمشي في الدم. يا بونو 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 بونو. ياسين في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب يبعد يا سلام يا سلام. هذا الهدف، هذا الهدف، هذا الهدف. يوه. نعم. ينصر دينك، ينصر ينصر دينك. اول الاهداف، احلى الاهداف. محاولة تعود في الجانب المقابل. هذه في العارضة ضربت، الله طيحت قلوبنا. في العارضة الحذر دائما الدقائق التي تلي الهدف. قائمة يا الله يا الله. هذا كان ممكن يقتل الماتش، كان ممكن يقتل الماتش. كان ممكن يمرر، كان ممكن. هذه ذنك كيفاه ضاعت. يا الله يا الله، مرت الكرة والمحاولة يا سلام. جدا خطيرة جدا، لكن حارس المرمى يشير بالاستمرارية. تعود المحاولة من جديد، تسديد. كرة برونو، ومن بعد دخل رونالدو وما دار والو. إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه المحاولة مستمرة وقائمة خطيرة. تسديدة. اوي يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا مجنون. السد يا ياسين يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل. والله تصدى كذا كرة، تصدى الكرات المنتخب البرتغالي كل. يا بطل. نعم والله بطل. ماتش هذا كان ياسين بونو هو البطل فيه. البرتغالي الكرة عرضية داخل. هذه الاخر، هذه التعبيبي. مرت إلى ركلة مرمى من بيبي. نعم. وصلت عند بونو من صفر 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 صفر. منتخب المغربي في النصف نهائي كأس العالم. صفر. نعم. تاريخ للكبرياء. واتوقع الانجاز هذا مستحيل انه يتكرر مرة ثانية. ما داروش الماتش ضد فرنسا. اكو شباب، وصلنا لنهاية الفيديو. صراحة لما تشوف هذا النوع من الفيديوهات المشاعر تتكرر، حتى لو انك عارف النتيجة وعارف الاهداف كيف جات وعارف كل شيء، ولكن المشاعر قشعريرة قبضك. نتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك وشيروا وسبسكرايب. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.